انتقد صحفيون ومحللون رياضيون والجماهير الجزائرية كثيرا تشكيلة المنتخب الوطني الجزائري التي شاركت ضد بوتسوانا في انتظارها ضد منتخب غينيا، بدءا بحارس المرمى مرورا بخط الدفاع وصولا للتنشيط الهجومي الباهت مع دعم مورا الذي لا يزال يؤكد قيمته الكبيرة والثابتة داخل المنتخب. إشراك بعض الكوادر القديمة لم يعد مجديا، وعدم الدخول بلاعبين شباب متلهفين للمشاركة في أولى دقائقهم بقميص الخضر أصبح أمرا لا يطاق وعادة غير مرغوب فيها بالأمس واليوم. إعطاء الفرصة لمن يستحق من اللاعبين أصبح أمرا ضروريا في خطف الفوز وسحق المنافسين أداء ونتيجة.